السلام عليكم. بما اني اكتشفت ان في ناس كتير متعرفش الويكا، فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى والذ باميه ويكا صعيدي هتاكلوا دراعكم وراها. يلا بينا نشوف ازاي. هنقطع الباميه شرايح، مش مهم كبيره ولا صغيره، شرايح وخلاص. بس عايزه اقول لكم الفرق بين الباميه الويكا والمطبوخه للي ما يعرفش. الباميه الويكا بتبقى حجمها كبير كده بالنسبه للباميه المطبوخه، ولونها كمان مختلف عنها. الويكا بتبقى كلها خضراء، لكن المطبوخه بتبقى فيها اجزاء كده منها احمر. فكل نوع وليه طريقته. يعني مثلا الويكا ما ينفعش خالص تتعمل مطبوخه علشان في فرق كبير طبعا في الطعم، وطبعا حجمها العملاق دوت هيتعمل ازاي زي ما هو كده، ولا كمان تنفع تتقطع عشان لو اتقطعت هتبقى كده مزفلطه، مش تبقى حلوه خالص في المطبوخه. لكن بقى المطبوخه ممكن تتعمل ويكا، بس ليه نعمل كده طالما التانية متوفره، وكمان الويكا سعرها ارخص كتير من الباميه المطبوخه. يعني الويكا تقريبا نص تمن المطبوخه. كمان في حاجه مهمه، الباميه لو كانت ناشفه قوي هتطلع وحشه جدا في الاكل، وتحسوا انكم كده بتاكلوا عيدان خشب ناشفه زي دي كده بالظبط. انا لقيت كام واحده كده وانا بقطعها صعبه جدا، مش عايزه تتقطع معايا. دي بتتسمى باميه شيخه، انا معرفش ليه سموها كده، بس هي بتتقال عليها كده. لو عملتوها بجد هتترمى كلها ومش هتنفع خالص. معلش طولت عليكم في النقطه ديت، بس مهمه قوي. كل كيلو باميه بياخد حوالي 4 كوبايات من الشوربه او ميه على حسب المتوفر عندكم، ومش بنحط الشوربه كلها مره واحده علشان ما تطلعش خفيفه. هحط الشوربه وعليها الباميه وهسيبها لغايه لما تستوي كده خالص وتطرى وتبقى بالشكل دوت، وبعدين نضربها بالهاند بلندر لغايه لما تبقى ناعمه كده، او نستنى عليها تبرد شويه ونحطها في الخلاط. زمان بقى ما كانوش بيعملوها كده خالص في الخلاط ولا الهاند بلندر ولا الكلام دوت، كانوا بيعملوها بعصايه خشب فيها علامه زائد كده من تحت اسمها مفراك. بس بما ان محدش عنده الحاجات دي دلوقتي، فاحنا نعملها في الخلاط. انا كنت هنستعمل المفراك بتاع ماما اللي هي بتستخدموش اساسا، بس يلا عملناها كده وخلاص. وطبعا الباميه بنحدد سمكها بقى، عايزينها خفيفه او تقيله في الاخر خالص. يعني بعد ما خلصنا كده وضربناها بنشوفها اذا كانت تقيله بنزود عليها شويه شوربه تاني ونقلبها، لان هي اساسا كل ما بتقعد اكتر التقل بتاعها بيزيد. دلوقتي بقى هنجيب راس توم. ايوه راس توم، الكميه دي مش كتيره خالص بالنسبه لكيلو باميه. الباميه بتحب التوم والتوم كمان بيحبها، احنا ملناش دعوه. هنفرمهم كده وندقهم كويس قوي ناعم خالص، وبعدين نجيب الكزبره. جيت اخد الكزبره لقيتها خلصانه، جبت شويه وحمصتهم، بتبقى حلوه قوي هي لسه بقى فريش كده ولسه متحمصه. وبعدين بعد ما اتحمصوا هحطهم في المطحنه، وطبعا لازم اوقع واهدل الدنيا كده زي ما انتم شايفين، يلا مش مشكله. وبعدين نطحنها ناعم وهناخد منها معلقه كبيره. بحط في طاسه معلقتين كبار من السمنه وعليهم الثوم كله، وهشوحه قبل ما لونه يصفر. هحط عليه المعلقه كبيره بتاعه الكزبره واقلب كده ثواني يا دوب كده تطلع ريحتها من غير ما تغير لون. ومش بحط الكزبره مع الثوم في الاول علشان الثوم ياخد كده راحته شويه في التشويح على نار هاديه، لان الكزبره لو اتحطت في الاول وغابت على النار هتمرر كده مع الثوم. وبعدين هاخدها واحطها تش كده على الباميه على طول. احلى لحظه بالنسبه لي ديت بتاعه الطشطشه، ونقلب وندوق احلى باميه في التاريخ كله. ويا سلام بقى لو كلناها بعيش ناشف كده تبقى ايه حكايه وروايه، طعمها خطيره خطاره ما حصلتش. للي ما يعرفهاش او ما جربهاش قبل كده يجربوا يقولوا رايه فيها ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.